في ظل الصحراء القاسية وفي وقت الناس كانت مستسلمة تماما للاحتلال الإيطالي اللي كان مسلح بأحدث الأسلحة، ظهر راجل لابس جلابية وعمامة بيضة ماسك فرسه وسلاحه وعينه مليانة إصرار إنه يحرر بلاده من الاحتلال. وخلي بالك أنا مش بكلمك على شاب في العشرين، ده شيخ في السبعين. الراجل اللي شايب قادة الطليان وما كانوش بيناموا من الرعب اللي كان معيشهم فيه، اللي استخدم الصحراء والأدوات البسيطة في إنه يدمر جيش الاحتلال ويخلص عليهم زي الفيران في الصحراء. الراجل ده اسمه عمر المختار، ودي حكايته اللي لو سمعتها هتعرف إن الكرامة أهم من العمر نفسه. في الفيديو ده هنعرف مين هو عمر المختار، إزاي قاوم الاحتلال الإيطالي في ليبيا، إيه اللي ميزه كقائد، واتقبض عليه إزاي، واتعدم ليه، والأهم ليه لحد النهارده الناس بتسميه أسد الصحراء وبتاخده قدوة. هنعرف كل ده وأكتر بس بعد الانترو. عمر المختار كان رجل ديني ومعلم قرآن من منطقة اسمها برقة في شرق ليبيا. اتربى على التدين والانضباط، يعني قبل ما يمسك سلاح كان راجل مربي واخلاقه عالية، وده اللي هتشوفه في كل قراراته وانا بحكي لك القصة بتاعته. الموضوع بدأ لما ايطاليا قررت ان هي تحتل ليبيا سنة 1911 عشان يعني توسع مستعمراتها. ناس كتير رضيت بالامر الواقع، بس عمر المختار كان من اوائل الناس اللي قالوا لا. الموضوع بدأ لما الطليان دخلوا ليبيا، دخلوا طبعا باسلحتهم الحديثة، جيش منظم، مدرعات، طيارات. في المقابل الليبيين كانوا اهل صحراء وجبال، اسلحتهم بسيطه وقليله جدا، لكن ركز كانوا يعرفوا الارض شبر شبر. هنا بقى ظهر عمر المختار كقائد ذكي وشجاع. بعد ما جمع عدد كبير من المتطوعين بدا يهاجم الطليان بس بطريقه مختلفه شويه، وهي حرب العصابات، اضرب بسرعه واجري. يعني ما كانش بيواجه الجيش الايطالي مواجهه مباشره زي ما الجيش النظامي بيعمل، لان عارف ان اسلحتهم وعددهم اكبر. بدل كده كان بيهاجمهم فجاه في وقت مش مستعدين فيه، يضرب ضربته ويجروا بسرعه قبل ما يلحقوا يردوا. الهدف ان العدو يفضل في حالة قلق مستمر، مش عارف هيتهاجم امتى ولا منين. خلي بالك ما كانش بيهاجم وخلاص، ده كان بيدرس الارض كويس جدا. لو في ممر ضيق او طريق اجباري او حتى وادي لازم الطليان يعدوا منه، كان بيجهز رجالته ويروح يستخبى هناك. واول لما الجيش الايطالي يدخل المنطقة الهجوم بيبدأ فجأة، والمكان نفسه كان بيساعدهم لان العدو ما كانش يقدر يتحرك بحرية. كان دايما هدفه انه يوجع العدو باكبر شكل ممكن، وفي نفس الوقت يحافظ على الرجالة اللي معاه. يعني كل عملية لازم تحقق نتيجة مؤثرة، سواء بقى تدمير معدات او قتل عدد كبير من جنود الاحتلال او حتى قطع الامدادات، ومن غير ما يخاطر براجل واحد من رجالة المقاومة. وده اللي خلى رجالته يثقوا فيه ويحاربوا معاه لاخر نفس. كانوا مطمنين وعارفين انه ما بيعرضهمش للموت من غير اي فايدة. عايز اقول لك بقى ان كان في عندهم شوية خدعة كده بتخلي الضربة بتاعتهم باتنين. هفهمك ازاي. لما كانوا بيعملوا هجوم على جيش الاحتلال كانوا بيخصصوا مجموعة، المجموعة دي بتستدرج الجيش بعد الضربة، لان الجيش بعد الضربة هيضطر ان هو يرد. المجموعة دي بقى كان هدفها ان يوقعوهم في الفخ التاني. فعلا لما كان الجيش بيوصل في المكان والزمان اللي كانوا محددينه بيبداوا يعملوا الضربه التانيه بتاعتهم على الجيش، وفعلا خطتهم كانت بتنجح. الطليان اتجننوا، جيش كامل باسلحه حديثه بيتعب قدام مجموعه مقاتلين الاسلحه بتاعتهم بدائيه وعددهم مش كبير، وفوق كده كمان قائدهم راجل عجوز. ده خلى قاده الطليان مش بس يتضايقوا، ده خلاهم يحسوا بالاهانه. ازاي شيخ في السبعين يبوظ كل الخطط بتاعتهم ويخلوهم يبدلوا الاستراتيجيات بتاعتهم كل شويه؟ الطليان لما لقوا ان المعارك العاديه مش نافعه مع عمر المختار قرروا يلعبوا لعبه قذره كانت بتحصل مع اهلنا في غزة، لعبة القسوة المفرطة. القائد الايطالي بدأ ينفذ الخطة، هدفها الاساسي انه يقطع شريان الحياة عن المقاومة. بدأوا يحاصروا القرى ويمنعوا عنهم الاكل والشرب. القرى اللي كانت بتساعد رجالة عمر المختار باكل ومية وامدادات قفلوا عليهم الطريق. الناس جواها اتحبست وسط الجوع والعطش عشان يضطروا يستسلموا او يبعدوا عن المقاومة. يحرقوا المحاصيل ويضربوا بالطيران اي ارض فيها زرع او نخل كان بيتحرق، او اي منطقة كانوا بيشكوا انها بتساعد المجاهدين كانوا بيضربوها. الهدف ما يبقاش فيه امان ولا موارد للمقاومه. عملوا سلك شائك على الحدود مع مصر وليبيا، لان ايطاليا عرفت ان جزء من امدادات اللي كانت بتيجي لعمر المختار كانت بتيجي عن طريق مصر، فعشان كده عملوا سلك شائك على الحدود مع مصر عشان يمنع الامدادات دي. حرفيا كان حصار كامل، مش لقريه واحده، للمنطقه كامله. عملوا كمان معسكرات الاعتقال في الصحراء، الاف الرجاله والستات والاطفال اتساقوا للمعسكرات دي في الصحراء. ما كانش في اكل كافي ولا حتى علاج، كتير ماتوا من الجوع والمرض، وده كان جزء من الخطه عشان يكسروا عزيمه الناس. الهدف كان واضح وصريح، ايطاليا كانت عايزه تعزل المقاومه تماما عن اي دعم شعبي او مادي. كانوا عايزين يخلوهم في الصحراء من غير اي امدادات ولا حتى مأوى. واظن ان الموضوع في وقتنا ده
ده مش غريب دلوقتي وكلنا شفناه، لكن المفاجأة رغم كل ده عمر المختار ما استسلمش. كل ما يقفلوا عليه طريق يلاقي طريق تاني. كان يعرف الصحراء زي كف ايده ويستغل كل شق وممر عشان يضربهم ويرجع، وكأن بيقول لهم مهما ضيقتوا علينا لسه في نفس وفي مقاومة. قبل ما اقولك اتقبض عليه ازاي، عايز اقولك سبب احترام اعدائه ليه قبل انصاره. رغم ان الحرب دايما مليانة عنف ودم، عمر المختار كان مختلف جدا. كان عنده ميثاق اخلاقي ما بيتخلاش عنه مهما ضاقت الظروف عليه. الراجل ده كان بيحارب بقلبه وعقله قبل السلاح. لو كان في قرية او ناس ملهاش علاقة بالحرب ما كانش بيقرب منهم او من ممتلكاتهم عشان العدو ما يأذيهمش. ده غير انه كان بيعامل الاسرى الايطاليين احسن معاملة، بياكلهم ويشربهم وبيعاملهم بإنسانية، وده كان بيخلي العدو نفسه يحترمه لانه كان بيطبق قيم حتى مع اللي بيحاربه. لما كان ياخد اسلحة او موم من المعركة كان بيقسمها على رجالته بشكل عادل، مفيش حد بياخد اكتر من حد، وده اللي كان مخلي الثقة بينه وبين رجالته قوية جدا. وبعد خسائر كتير للجيش الايطالي على ايد اسد الصحراء، حصل معركة من المعارك في الجبل الاخضر. حصان عمر المختار في المعركة دي اتعثر ووقع فاتصاب واتقبض عليه. الجنود الايطاليين بقى كانوا مفكرين انه هيلاقوه خايف ومرعوب، لكن الروايات كلها بتحكي انه كان ثابت وهادي، وده اللي كان مخليهم مندهشين جدا. ايه الايمان القوي ده؟ ازاي الناس دي كده؟ المهم نقلوه المحكمة عسكرية سريعة والأسئلة كانت مباشرة، تستسلم يا تطلب العفو. رده كان واضح زي الشمس، مفيش تنازل، المقاومة هتكمل زي ما هي. المحكمة كان إجراء شكل كده والقرار معروف قبل ما يبدأوا. الإعدام شنقا. اتنفذ الحكم سنة 1931 قدام الناس كلها عشان الخوف يدخل قلبهم، لكن اللي حصل كان العكس. صورته وهو ثابت ورافع راسه بقت رمز للقوة والكرامة، والعبارة اللي ارتبطت باسمه وبالمقاومة الليبية من بعده، ننتصر أو نموت، بقت شعار أجيال بعده. علمنا إن الشجاعة مش سن صغير ولا سلاح كتير، ورى العالم كله إن حرب العصابات ممكن تهز جيش كامل. قصة عمر المختار بتتكرر كل يوم قدام عينينا، سواء أهلنا في غزة أو في السودان. الدليل الحي إن التاريخ ما بيخلص، هو بيرجع في صور مختلفة وأماكن مختلفة، بس الجوهر واحد. لو عجبك الفيديو قول لي رأيك في كومنت، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل جديد. سلام.